هل تساءلت يوماً كيف تحصلين على تلك الشفاه الممتلئة والناعمة والوردية مثل الفتيات الكوريات؟ أنت في المكان الصحيح. تخيلي أن تغيري مظهر شفتيك بالكامل خلال يومين فقط. نعم، هذا ممكن باستخدام مكونات طبيعية فقط يمكنك العثور عليها في المنزل. لكن لماذا تعد العناية بالشفاه أمراً مهماً إلى هذا الحد؟ غالباً ما يتم إهمال الشفاه في روتين العناية بالبشرة رغم أنها من أكثر أجزاء الوجه حساسية، فهي تفتقر إلى الغدد الدهنية التي تحمي الجلد، وإهمالها قد يؤدي إلى الجفاف والتشقق وحتى الشعور بعدم الراحة. ولا ننسى بالطبع الثقة التي يمنحك إياها امتلاك شفاه جميلة وجذابة. لنبدأ هذه الرحلة معاً ونكتشف كيف يمكنك الحصول على الشفاه التي لطالما حلمت بها. الخطوة الأولى: الحلاقة. للحصول على شفاه ممتلئة وناعمة ووردية نبدأ بخطوة أساسية، وهي حلاقة المنطقة المحيطة بالشفاه باستخدام الفازلين. قد تبدو هذه الطريقة غير مألوفة، لكنها فعالة جداً في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة، مما يساعد على امتصاص الترطيب ومنتجات العناية بشكل أفضل. ابدأي بوضع طبقة رقيقة من الفازلين حول محيط الشفاه، فهذا يكون حاجزاً واقياً ويمنع التهيج. بعد ذلك باستخدام شفرة نظيفة وحادة قومي بحلاقة المنطقة بلطف وبحركات خفيفة وصغيرة. ستلاحظين إزالة الجلد الميت والشعيرات الدقيقة لتصبح البشرة ناعمة وجاهزة للخطوات التالية. الخطوة الثانية: التقشير باستخدام فرشاة الأسنان. ابدأي بتحضير شفتيك للتقشير باستخدام فرشاة أسنان ناعمة مبللة بالماء الدافئ. دلكي الشفاه بلطف بحركات دائرية، فهذه الطريقة تساعد على إزالة الجلد الجاف والمتقشر وتجعل الشفاه أكثر نعومة واستعدادا لاستقبال المقشر. بعد ذلك طبقي المقشر على الشفاه بحركات دائرية لطيفة مع تجنب الضغط الزائد حتى لا تجرحي نسيج الشفاه الحساس. تذكري أن جلد الشفاه أرق وأكثر حساسية من باقي مناطق الجسم. بعد الانتهاء اشطفي الشفاه بالماء الفاتر وربتي عليها بلطف حتى تجف. والآن إليك 3 وصفات مقشر شفاه سهلة يمكنك تحضيرها في المنزل، اختاري منها ما يناسبك. الوصفة الأولى: اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. أضيفي رشة قرفة لتحفيز الدورة الدموية ونقطة من ملون الطعام الأحمر لإضفاء لون وردي خفيف. هذه الوصفة تزيل الجلد الميت وترطب الشفاه وتمنحها امتلاء ولمسة وردية طبيعية. الوصفة الثانية: اخلطي السكر مع كمية صغيرة من العسل. يعمل هذا المقشر على التقشير وتكوين طبقة واقية وحبس الرطوبة وتغذية الشفاه وتهدئتها. الوصفة الثالثة: اخلطي ملعقة صغيرة من السكر مع رشة كركم، ثم أضيفي كمية كافية من العسل لتكوين معجون. هذا المقشر يزيل الجلد الميت بلطف ويفتح لون الشفاه ويوحده ويحافظ عليها ناعمة بفضل خصائص العسل المرطبة وتأثير الكركم المشرق. من خلال التقشير المنتظم بهذه الوصفات ستحصلين على شفاه أكثر نعومة بلون وردي طبيعي. الخطوة الثالثة: الترطيب. بعد إزالة الجلد الميت حان وقت التغذية والترطيب. لنبدأ بأفضل ماسك للشفاه. اخلطي الفازلين مع رشة قرفة وقليل من الكاكاو. الفازلين يحبس الرطوبة والقرفة تضيف رائحة لطيفة، والكاكاو يساعد على تغذية الشفاه وتنعيمها. طبقي الخليط بسخاء واتركيه لبضع دقائق حتى تتغلغل المكونات بعمق. الماسك الثاني: اخلطي العسل وهو مرطب طبيعي مع نقطة من ملون الطعام الأحمر لإضافة لون خفيف. يرطب العسل الشفاه ويهدئها بينما يمنحها اللون لمسة وردية ناعمة. طبقي طبقة جيدة واتركيها لبضع دقائق ثم امسحيها. كما يمكنك صنع مرطب شفاه خاص بك عن طريق خلط الفازلين مع كمية صغيرة من أحمر الشفاه المفضل لديك. ستحصلين على ترطيب طويل الأمد مع لون جميل يناسبك. الخطوة الرابعة: الحماية من الشمس. لحماية شفتيك من أشعة الشمس الضارة لديك خياران. الأول هو استخدام أحمر شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس لحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية مع إضافة لون جذاب. والخيار الثاني هو وضع كريم واقي من الشمس على الشفاه مباشرة،
مع الحرص على إعادة التطبيق عند الحاجة، خاصة عند التعرض الطويل للشمس. الخطوة الخامسة: الترطيب الداخلي. احرصي على شرب كميات كافية من الماء يومياً، ويفضل ألا تقل عن لتر واحد في اليوم، فشرب الماء لا يفيد الشفاه فقط، بل ينعكس على صحة البشرة بالكامل ويمنحك إشراقة طبيعية. ما يجب تجنبه: تجنبي لعق الشفاه لأنه يزيد من جفافها. لا تشاركي منتجات الشفاه مع الآخرين لتفادي العدوى. تجنبي شراء مستحضرات التجميل المقلدة، ولا تنامي أبداً دون إزالة أحمر الشفاه. باتباع هذه الخطوات البسيطة وتجنب هذه الأخطاء، ستكونين في طريقك للحصول على شفاه ناعمة ممتلئة ووردية بشكل طبيعي. تذكري أن الاستمرارية هي المفتاح، فاجعلي العناية بالشفاه جزءاً من روتينك اليومي. شكراً على المشاهدة، أراك قريباً.